إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي بالنسبة للمتهمين: الأول رمضان عبد الرحمن منصور عبد الحليم وشهرته رمضان التوربيني، والثالث فرج سمير محمود السيد وشهرته حناط. وحددت جلسة 20/6/2007 للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين، وعلى النيابة إحضارهم من محبسهم بالجلسة المحددة. رفعت الجلسة. الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة، عامل في محطة السكة الحديد بيعمل صيانة يلاقي هيكل عظمي لطفل مرمية جنب السكة الحديد، والواضح ان بقالها فترة كبيرة، فيعمل بلاغ في الشرطة عشان يلاقوا بعد البحث 3 جثث مرمية في أماكن مختلفة في السكة الحديد بنفس الشكل. وبرضه كان الواضح على الجثث دي ان بقالها فترة كبيرة، وبعد أيام معدودة من خلال البحث الجنائي يكتشفوا 12 جثة بنفس الشكل، وتبدأ بعدها أكبر عملية تحقيق في قضية أطلق عليها قضية التوربيني. عايز أقولك إن القضية دي ليها تصنيف عالمي وتعد من أبشع الجرائم على مستوى العالم. ونبدأ سنة 2006 من عند العامل اللي لقى الجثة الأولى، وكان عنده صدمة كبيرة من المنظر اللي شافه، والصدمة كبرت لما العدد وصل ل 12 جثة، مع العلم ان كل الجثث دي كانت جثث اطفال. عايز اقولك ان العدد ده اللي الامن قدر يوصل له، معنى كلامي ان في جثث الامن ما وصلهاش، والعدد اكبر من كده بكتير. والأمن عرف أعمار وبعض مواصفات الجثث دي من خلال الطب الشرعي، اللي أجمع إن كل الجثث دي جثث أطفال بتتراوح أعمارها من 11 سنة ل 13 سنة، وإن كلهم بلا استثناء تم الاعتداء عليهم جنسيا. وكمان الطب اكتشف إن طريقة موتهم مختلفة، ولكن العدد الأكبر منهم ماتوا بسبب دهس القطار. ومن هنا الأمن يبدأ في فحص كل بلاغات الاختفاء والتغيب اللي اتعملت خلال الفترة دي، على أمل إنهم يلاقوا أي بلاغ تتطابق مواصفاته مع المواصفات اللي لقوها في الجثث دي. وده طبعا حصل على أكبر عدد محافظات جمهورية مصر العربية، وده لأن القضية دي وقتها كانت قضية رأي عام، لكن للأسف الشديد ما كانش فيه أي بلاغ تتطابق مواصفاته مع مواصفات الجثث اللي لقوها. ومن هنا بدأت أسئلة كتير، أولها ليه كل الجرائم دي واحدة أو بنفس الطريقة، وكمان في نفس المكان اللي هي السكة الحديد؟ ده غير إن أعمارهم متقاربة أو واحدة تقريبا، يعني ما بين 11 سنة ل 13 سنة. وكان أقرب توقع لرجال الأمن إن الأطفال دي أطفال شوارع، وده يرجع إن الظاهرة دي كانت منتشرة قوي وقتها. ومن هنا بدأ الأمن يجمع عدد كبير من أطفال الشوارع عشان يسألهم عن أي تفاصيل ممكن تساعدهم في حل القضية دي، لحد ما لقوا مجموعة من الأطفال دي كلامهم واحد أو متشابه، وهو ان كان ليهم واحد صاحبهم شغال عند حد هو المسؤول عنه، والشخص ده كان بيعامله وحش ويضربه دايما ويسرق كل فلوسه اللي بيجمعها خلال اليوم. وصاحبهم ده مرة واحدة اختفى. هم كانوا فاكرين انه سافر او ساب المكان بسبب الشخص اللي بيضربه وبيسرق فلوسه. وبعد شوية الامن يمسك اول خيط في القضية، والخيط ده هو اللي هيكشف لهم تفاصيل القضية كلها. في وسط الأطفال اللي مسكها الأمن كان في طفل اسمه أحمد سمير، وشهرته بق، شكله مش على بعضه كده ومرتبك، والواضح إنه يعرف حاجة عن موضوع الجثث اللي لقاها الأمن. والأمن بدأ يركز معاه لحد ما قال لهم إن هو هيعترف بكل حاجة بشرط إنهم يحموه. أحمد سمير قال لهم إن هو شغال عند واحد اسمه رمضان عبد الرحيم وشهرته التوربيني. ومن هنا نقدر نقول إن ملامح القضية بدأت تظهر. أحمد سمير اعترف ان هو واحد من ضمن عصابة كاملة كلها تابعة للتوربيني. طيب هدف العصابة دي ايه؟ هدفها هي السيطرة على اكبر عدد من اطفال الشوارع وسرقة فلوسهم اللي ممكن يجمعوها خلال اليوم، بس مش اي اطفال، اقصد السن، يعني تحديدا كانت الاطفال اللي عندهم سنها بيتراوح ما بين 11 سنة ل 13 سنة، وكمان شوية وهتعرف اشمعنى السن ده بالتحديد. المهم بعد ما بياخدوا منهم فلوسهم بيتم ربط الأطفال دي فوق القطر، وبعد ما يتم ربطهم بيدخل عليهم التوربيني. طيب بيعمل ايه؟ بيعتدي عليهم جنسيا، وبعد ما يخلص بيفكوا الحبل وينتظروا القطر اللي جاي من الجهة العكسية أو الجهة المقابلة، ويرموا الطفل اللي تم الاعتداء عليه في اتجاه القطر اللي جاي من الجهة التانية. وكل طفل وحظه، يا إما القطر هيدوس عليه يا إما هيخبطه جامد.
وفي الحالتين هيموت. طيب ده بيتم ليه؟ عشان الطفل ما يعترفش عليهم او يكشف العصابة. وكمان عايز اقولك ان احمد سمير اكد ان عدد الاطفال اللي تم الاعتداء عليها اكبر بكتير من عدد الاطفال اللي لقاها الامن، وان في اطفال كتير اتخلصوا منهم بطرق تانية غير الطريقة دي، زي انهم يرموه في بير مهجور او يرموا الطفل في مصرف مجاري، وبرضه في كل الحالات دي الطفل كان بيموت. وعشان احمد سمير كان عارف الشر اللي هيطلع من التوربيني لما يعرف انه اعترف عليه، عشان كده كان طلبه من الامن انه يحميه من شر التوربيني. وعايز اقول لك ان احمد سمير ما اعترفش على التوربيني بس، لا ده اعترف على بقية العصابة. ومن هنا تم القبض على الشخص الثاني واسمه محمد السويسي وشهرته السويسي، وتم القبض على السويسي في طنطا. وده قال لهم انه شارك في قتل 8 اطفال مع التوربيني، واكد على كلام احمد سمير ان كل ده كان بيحصل في محطات السكة الحديد بطرق مختلفة وعشوائية. وبرضه السويسي طلب الحماية من الشرطة خوفا من التوربيني، بس السويسي ما طلبش الحماية عشان خايف ان التوربيني يقتله بعد ما يعرف انه اعترف عليه. لا، السويسي طلب الحماية عشان سبب تاني خالص، وعشان السبب ده كان التوربيني بيدور عليه وهيقتله. وده ليه؟ هقولك. السويسي كان على علاقة بواحدة اسمها عزة بربش. طيب مين عزة بربش؟ عزة دي كانت متجوزة التوربيني عرفي. وعايز اقولك برضو ان عزة دي كان ليها دور في العصابة. دورها ايه؟ دورها انها كانت بتجيب له الاطفال البنات عشان اظن انتوا عارفين. فلما التوربيني عرف ان السويسي ليه علاقة بعزة صمم انه هيقتله وكان بيدور عليه، وعشان كده تم القبض على السويسي في طنطا. وهنا القضية ملامحها ظهرت اكتر واكتر للامن، وعرفوا مين المتهم الرئيسي، وهو رمضان عبد الرحيم وشهرته التوربيني، وان باقي العصابة بتاعته بتساعده عشان ينفذ الجرائم دي. انت اكيد دلوقتي جه سؤال في بالك، وهو ايه اللي يخلي شخص زي ده يقتل الاطفال بالطريقة الوحشية دي؟ لا وكمان في سن معين ما بين 11 سنة ل 13 سنة. وحتة انه بيعمل كده لمجرد ان الاطفال دي بترفض تدي الفلوس للعصابة بتاعته، دي مش راكبة على الموضوع. وده ليه؟ لانه ممكن اي طفل يرفض يعمل كده، سواء اقل من 11 سنة او اكبر من 13 سنة. فحتة انه يطلب السن ده بالتحديد اكيد في سبب، فاستنى معايا شوية وانت هتعرف ليه. ومن هنا الامن بدأ يدور على رمضان عبد الرحيم اللي هو التوربيني عشان يقبض عليه. وفي الفترة دي الامن عمل عنه تحريات. من خلال التحريات عرفنا التفاصيل اللي هتسمعها. اتولد في طنطا سنة 1980 لأسرة فقيرة جدا، واشتغل في اكتر من مكان في سن صغير لحد ما وصل سنه ل 12 سنة، وهنا اشتغل في كافيتيريا تابعة للسكة الحديد في القاهرة. ودي كانت بداية ارتباط حياته بالسكة الحديد. في المنطقة اللي كان شغال فيها كان في واحد اسمه عبده التوربيني، وعبده التوربيني كل اللي بيعمله انه بيفرض سيطرته على الناس اللي شغالة في المنطقة دي وبياخد منهم فلوس او اتاوة يعني. وما كانش سايب حد في حاله، لا شحاتين ولا صغير ولا كبير. وكان من وسط الناس دي مين؟ رمضان عبد الرحيم اللي اتقلب بعدها لرمضان التوربيني. رمضان لما كان يرجع لأهله من غير الفلوس كانوا بيفتكروا ان هو بيشرب بيها سجاير ومخدرات وحاجات من دي، فكان بيحصل مشاكل مع اهله بسبب كده. ففي يوم من الايام رمضان اعترض ان عبده ياخد منه الفلوس، وطلب منه انه يرجع له كل الفلوس اللي اخدها منه قبل كده. وعبده التوربيني بكل سهولة وافق، وقال لرمضان ان هم يتقابلوا عند قطر التوربيني عشان يديله كل فلوسه. لما وصل لرمضان او الطفل رمضان وقتها، عبده التوربيني ربطه فوق القطر واعتدى عليه، وبعد ما خلص رماه من فوق القطر وهو بيتحرك عشان يموته ومحدش يعرف حاجة عن اللي حصل. انا مش عارف اقول من حسن حظه ولا من سوء حظ البشرية ان رمضان ما ماتش وقتها، بس بسبب الوقعة دي فقد الوعي مع مجموعة مختلفة من الكسور في جسمه، وتم نقل الطفل رمضان على المستشفى. وعشان الخبطة كانت جامدة على دماغه فحصل له نوع من الحول الخفيف في عينه اليمين. وأول ما رمضان فاق وبقى قادر يتحرك طلع على اسم الشرطة وعمل بلاغ في عبده التوربيني، وقال لهم ان هو اعتدى عليه ورماه من فوق القطر وهو بيتحرك، وحكى لهم على كل حاجة. والشرطة فعلا قبضت على عبده التوربيني، لكن ما طولش معاهم كتير، قعد حوالي شهرين كده، وده لعدم ثبوت الأدلة الكافية. وبعدها يخرج عبده التوربيني من السجن، لكن الحمد لله ما طولش ويموت في حادثة عربية.
عايز اقولك ان الحادثة دي غيرت مسار حياة الطفل رمضان. واول حاجة عملها اطلق على نفسه رمضان التوربيني. تاني حاجة قرر ان هو هينتقم من كل الاطفال اللي في سنه وقت ما عبده التوربيني اعتدى عليه. وهو ده السبب او الشرط ان الطفل يكون سنه ما بين 11 سنة ل 13 سنة، لأنه هو كان شايف إن محدش ساعده وقت ما عبده التوربيني اعتدى عليه. وقرر إن هو هيكون مسؤول عن شغل ومكسب أطفال الشوارع الموجودة في السكة الحديد. وبدأ يكون عصابة هدفها الرئيسي هي السيطرة على أكبر عدد من أطفال الشوارع وجمع فلوسهم اللي ممكن يجمعوها خلال اليوم. والتوربيني وعصابته كانوا بياخدوا الفلوس دي من الأطفال ويشتروا بيها مخدرات، وفي عربية قطر مهجورة كانوا بيتجمعوا فيها. بس في البداية ما كانش بيتم الاعتداء على كل الأطفال، لا، الطفل اللي كان بيعترض على أي أمر من أوامر العصابة هو اللي كان بيتم الاعتداء عليه. بس بعد شوية بقى الاعتداء على الأطفال شرط أساسي عند التوربيني، بصرف النظر عن إن الطفل اعترض على أمر من أوامر العصابة ولا لا. وبعدها بلغ التوربيني العصابة بتاعته بالشرط الجديد، وإن هم أول ما يلاقوا طفل فيه المواصفات اللي عايزها التوربيني يقولوا للطفل ده إن هم هيصفروه ببلاش. وده لأن المعلم بتاعهم رمضان التوربيني ليه علاقات كتير، فكانوا بياخدوا الطفل ده وبيحصل معاه اللي احنا لسه قايلينه من شوية. بعد شوية الموضوع اتطور مع التوربيني وبقى عايز أطفال من البنات، وهنا يجي دور عزة بربش. وهفاجئك واقولك ان التوربيني اتقبض عليه سنة 2005 لانهم بالصدفة مسكوا طفل، والطفل ده عرف يهرب منهم وطلع على اسم الشرطة وعمل بلاغ في التوربيني وقال لهم ان هو حاول يعتدي عليه. وفعلا تم القبض على رمضان التوربيني، لكن خرج بسرعة لعدم ثبوت الأدلة الكافية. لو ركزت شوية هتلاقي ان نفس السيناريو بيتكرر، يعني رمضان هرب من عبده التوربيني وعمل بلاغ فيه وتم القبض على عبده، ولكن خرج برضه بسبب عدم ثبوت الأدلة الكافية. وكانوا ساعتها رجال الأمن مش عارفين إن اللي قاعد قدامهم وبيحققوا معاه واحد من أخطر القتلة المتسلسلين في مصر وعلى مستوى العالم. وده لأن معظم الجثث اللي كان بيلاقيها الأمن على السكة الحديد كان بيتم تأييدها بقضايا بتسمى بدهس أثناء مرور القطار. وبعدها خرج التوربيني من السجن وقرر إن هو هينتقم من الطفل اللي هرب منهم وبلغ عنه. وكان الانتقام شديد شوية، بلغ التوربيني العصابة بتاعته إن هم يلاقوا الطفل ده بأي شكل من الأشكال. وفعلا تم العثور على الطفل وجابوه لحد التوربيني، وتم الاعتداء عليه مش بس من التوربيني، لا، من كل أفراد العصابة. الطفل طبعا فقد الوعي، فشال التوربيني وطلع بيه على أكبر خزان مية ورماه من فوق. التوربيني ما اكتفاش بس بالاعتداء على أطفال معينة، لا، ده وصل لمرحلة إنه كان بيعتدي على أي طفل ممكن يلاقيه بالصدفة كده في الشارع. وفي يوم من الأيام هو وعصابته كانوا داخلين نفق من أنفاق السكة الحديد عشان يشربوا مخدرات، وهم داخلين لقوا طفل نايم لوحده جنب السكة الحديد اسمه محمد كمال. فكل العصابة اعتدت عليه وسرقوا الفلوس اللي معاه. وبعد ما خلصوا التوربيني طلب من العصابة ان هم يخرجوا لبره، ودخل هو جاب حجر كبير وقعد يضرب الطفل على راسه لحد ما اتدشدشت واتأكد انه مات. وهو ده الطفل اللي عامل الصيانة لقى جثته واللي اتكلمنا عنها في أول الفيديو، وهي دي الجثة اللي فضحت التوربيني وعصابته. بعدها تم القبض عليه هو وعصابته، واعترف لهم إن هو قتل أكتر من 32 طفل بنفس الطريقة البشعة دي. وللأسف الأمن ما قدرش يوصل لكل الجثث دي، ده هو من كتر الجرائم اللي عملها ما كانش فاكر أماكن الجثث أصلا. وبعد المحاكمات لفترة طويلة تم الحكم على التوربيني وعصابته بالإعدام. إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي بالنسبة للمتهمين الأول رمضان عبد الرحمن منصور عبد الحليم وشهرته رمضان التوربيني، والثالث فرج سمير محمود السيد وشهرته حناط. وحددت جلسة 20/6/2007 للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين وعلى النيابة إحضارهم من محبسهم بالجلسة المحددة. رفعت الجلسة. وتم تصنيف قضية التوربيني عالميا رقم 21 على مستوى العالم بأكتر الجرائم وحشية وبشاعة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، يا رب تكون الحلقة عجبتكم. وبس كده، أشوفكم على خير. كان معكم طه.